اخويا اهو. وبعدين جم الولاد طلبوا مني بيتزا، فقلت لعمر روح هات بقى دقيق وهات مكونات البيتزا، انا عملتها معاكم كذا مره، قلنا بقى نعملها واحنا قاعدين كده. دولت حوالي كيلو ونص دقيق، يعني هما كانوا 2 كيلو، انا شلت منهم شويه، حطيت عليهم معلقه ونص صغيره ملح، يعني حبه ملح. الكوبايه ديت كان فيها حته خميره ومعلقه سكر واحده وحبه ميه، كنت مقلباهم مع بعض وسايباهم بقالهم حبه، يعني ايه عشان يتفاعلوا. وبعدين فضيتهم مع بعض، يعني هو عباره عن دقيق وملح وسكر وخميره وميه دافيه. احنا في الحر فاحنا بنستخدم ميه من الحنفيه عادي. خدت مع بعض زي ما انتم شايفين كده العجينة فحت وردم، يعني بوكسات يمين وشمال وبتاع لحد ما لمت كده وبقت زي الفل اهي. بقت عاملة زي الملبن اهي. انا مش عايزاها تبقى قاسية ومش عايزاها تبقى طرية بتلزق، انا عايزاها تلم معايا وتبقى مظبوط. بصوا كده بقت زي الفل. هسيبها بقى ترتاح في مكان دافي، اصلا كده كده الجو حر فهي مش هتاخد وقت يعني. بصوا بعد ما ارتاحت ما شاء الله بتغرزي صابعك كده، يعني ما بتطلعش، تحس ان هي زادت واتنفخت. فانا بقرصها التقريص اللي هو على قد الصينيه، يعني الصينيه اللي عندك انت بتقطعي التقطيع اللي على قدها. هي عملت معايا حوالي 5 بيتزات. الحته اللي اتبقت بقى انا هعملها عيش شامي في الاخر، هوريكم برضو، يعني تابعوا بس معايا بقيه الفيديو. هتلاقوا العيش ما شاء الله مرفوع وجميل قوي، يعني تعملوه وتوفروا ان انتوا اصلا تجيبوه من بره. بس انا هفرد بقى وانا قاعده كده، مش هجيب طبليه ولا هجيب اي حاجه. نقول بسم الله ونبتدي نفرد واحده واحده كده، والصواني انا مجهزاها ورايا اهي. طبعا انا عملت سلطه، يعني انا مصوره لكم اصلا صلصه البيتزا عملتها قبل كده وصورتها المره دي، بس عشان الفيديو ما طولهوش عليكم ما رضيتش بقى ايه انزلها يعني. انا كان عندي نص كيلو سجق، عملته ببصل، يعني انا تبلته ببصل زي اللحمه المفرومه كده، بصل ومعلقه سمنه صغيره وشويه ملح، وما تكتريش بهارات عشان هو بيكون فيه بهارات. وحطيت هي طماطميه كده صغيره وقرن فلفل، وابتديت بقى اشوحه ووطيت عليه النار خالص لحد ما ايه بقى في الحله اللي انتوا شايفينه ورا ده. دي كده الحشو. ممكن بقى تحشي اي حاجه، لو عندك صدر فرخه تقطعيه وتحشيه، لو عندك، بص انا فردتها على قد الصينيه، لو عندك لحمه مفرومه، عندك سجق، عندك سوسيز، اي حشوه انت حباها حطيها. تمام. طيب عندي بقى ايه، زيتون، عمر راح جاب لي زيتون اهو مخلي. وعندي بصوا بقى صلصه البيتزا انا عملتها ازاي. اهم حاجه في صلصه البيتزا الزعتر والثوم. بتحطي حبه زيت، وتقومي جايبه الثوم تحطيه، ما تخلوش طبعا، يعني دوبك الريحه تطلع بس كده. وتقومي نازله بالطماطم، وتقومي حاطه حبه الملح، حبه الكمون، ما تحطيش فلفل اسود، وحبه الزعتر. وتوطي بقى وتسيبيها تاخد وتدي مع نفسها، ويا ريت بقى رشه سكر كمان. تبقى كده حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقول. بصوا انا بعمل على قد الصينيه اهو. يعني انت ولا ترفعيها او ولا تخنيها او العجينه، بتخليها مظبوطه كده بحيث ان هي ايه تبقى طريه معاك، وفي نفس الوقت مش ناشفه، وفي نفس الوقت مش طريه قوي اللي هي نيه، لا يعني انت خليها كده حلوه، لانها كده كده ايه بتنفخ معاكي كمان في الفرن يعني. دي كده صلصه البيتزا. طيب احنا اتفقنا على اي حشوات. بالنسبه للجبن بقى اي نوع جبن، هو عمر راح جاب لي كيس ميكس دلوقتي حوالي نص كيلو كده، موزاريلا على رومي على شيدر، كله في قلب بعض متقطع. انا حتى بقول لعمر اهو ولع الفرن بقى، يعني ايدي الفرن وهديه كده بحيث ان هو يسخن عشان ادخل الصواني دي. يعني اللي احشيها ادخلها على طول الفرن، عندي بياخد بالصينيتين. بصوا البيتزا بقى، بصوا الصلصه بقى عامله ازاي. تاخدي معلقتين 3 من كل على كل صينيه كده، على حسب بقى حجم الصينيه اللي عندك، وتقلبيها في بعضها كده، تفرديها كويس كده بفرشه ولا حاجه. لو احتاجت التاني بتحط لها معلقه ولا حاجه. بصراحه صلصه البيتزا لما بتحط لها زعتر وفصين توم مهروسين كده، يا بتبقى طعمها تحفه في العجين. دي الحشو اهي، ده السجق، دي صينيه سجق كده اللي انا عاملاها.
اي حشوة عندك حطيها، يعني مش شرط. والله المتاح بقى احنا عملناه النهارده. بتوزعي بقى على قد ما تقدري كده زي ما انت شايفه. قلت لهم انا نسيت احط لكم شطه عليها، انا بوزع شطه كده خضره مقطعاها عشان الولاد بيحبوها، يعني بتكون ايه، حرقه شويه. طبعا بخلي واحده ولا اتنين كده، ما بحطش عليهم شطه خالص عشان احمد والولاد الصغيرين الشطه يعني ما بيحبوهاش. وده كيس الجبنه الميكس اللي انا قلت لكم عليه. دول ما شاء الله 4 صواني كده، وخدوا بالكم الحجم حلو يعني. يعني الصينيه دي ما شاء الله حجمها حلو، مش صغيره، لا انتوا بس عشان التصوير، لا هي في الطبيعي حجمها حلو. بس وتوزعي بقى اي نوع جبن عندك، حتى لو عندك جبن في التلاجة طلعيها حطيها. ودي كمان يا عمر يلا، ودي كمان. طبعا السجق بيبقى قطع، مش زي اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه بتكون مفروله كده، تقدري توزعيها يعني. وده طبعا بحاول ان انا اوزعه بايديا علشان ايه، يجيب العجين كله. بس ما شاء الله كانت حاجه زي السكر، احسن ما تشتري من بره واوفر. يعني شوفي دلوقتي هتجيبي البيتزا بقد ايه الواحده. ديت كانت ناقصها زيتون، قلت له طب هات احط لك عليها زيتون. بصوا بقى دولت انا قطعتهم صغير كده، اللي هو العيش بقى اللي ايه الشامي. انا عاملهم رغيفه كده صغيره، يعني رغيفه يبقى صغير مش كبير. وبرده ما ترفعوش قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده. بس كده تنفضيه من الدقيق كويس وانت شغاله، بحيث انت تحطيه في الصينيه ما يبقاش فيه دقيق، عشان الدقيق ما يتحرقش في الفرن ويبقى ويخلي الرغيف كده محروق كده وشكله وحش وريحته وحشه يعني. يعني خليكي مهندمه كده وانت شغاله وانت قاعده كده، ولا هقول لك قومي بقى اقفي في مطبخ ولا قومي مش عارف ايه، لا وانت قاعده كده. طبعا اللي مريحني ان الفرن جنب اليمه التانية، فالحاجه اللي بعملها بخلي الولاد يدخلوها الفرن على طول، وانا بقى بقوم ابص عليها يعني اول باول. هوريكم برضو، بصوا ما شاء الله البيتزا عامله ازاي، وهوريكم العيش برضو لما يتنفخ ما شاء الله كده حاجه زي العسل. كل اللي فوق ده اتعمل، كل الصواني اللي فوق دي اتعملت. بصوا ما شاء الله انا بوريها لكم اهي، بس انا هحاول اقرب لكم شويه اهي. بصوا عامله ازاي. احاول بقى اوريكم اللي في الفرن ما شاء الله. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. انا حتى بقول لهم هاتوا لي السكينه عشان ابص على القعر. زي الفل. قلت لهم لسه فاضل لها تكه بس. بصوا ده العيش بقى، بصوا ما شاء الله اول ما يخش هيبتدي يترفع بقى كده، بتهدي النار من تحت وبترفعي الجوانب عشان يرفع معاكي. بصوا ما شاء الله ابتدى يترفع ازاي. طبعا مش عايزه اقرب التليفون اكتر من كده عشان الجو حر.